يلا بطريقة مكتوبة قناة عراقي جيمر. طبعا شباب اليوم شرحنا طريقة إضافة اللغة العربية في ماينكرافت. طبعا هاي الطريقة لازم يتطلب ماينكرافت آخر إصدار اللي هو 1.0.7. راح أخليكم رابط تحميله أسفل الفيديو. طبعا ما أطول عليكم نبدأ بالشرح. طبعا لازم تنزلون برنامج فك الضغط، أي برنامج موجود على سوق بلاي مجاني، وتنزلون مود اللغة العربية. راح أخليكم رابط تحميله أيضا أسفل الفيديو. ندخل على مود اللغة العربية، نطفي عرض، ناخذه النسخة، نذهب إلى ملف جيم، هذا هو، ندخل على هاي نعطيه نسخة. طبعا شباب من ناسخة ورا ما تنسخونه ترجعون تدخلون على ماينكرافت، نفتحها ونشوف. تقدر تفتح ورا ما فتحت ندخل على الضبط. ورا هاي نسب المودات مثل ما شفتوا، هذا مود اللغة العربية، نعطيه تثبيت. ورا ما ثبتنا نروح على اللغات، الشباب بالضبط طبعا شباب كله عربي. ندخل على ماينكرافت نشوفه. طبعا شباب هذا كله عربي. رموز. طبعا شباب مثل ما تشوفوا كله عربي. طبعا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغط لايك واشتراك، ما هو جديد لكم المتابعة.